السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد. في ليلة عادية استعد عشرات الركاب لركوب طيارة متجهة لوجهتهم الأخيرة زي ما هم فاكرين، لكن بعد دقايق من الإقلاع حصلت أشياء مستحيل تحصل على أي رحلة طبيعية. نداءات غامضة، ركاب بلا ملامح، وطيارة اختفت من الرادار قبل ما ترجع من جديد، وفيها واحد ناجي بس. يا ترى ايه اللي حصل فعلا على الرحلة 707؟ وهل كانت مجرد رحلة جوية ولا كانت رحلة لمكان مفيش حد بيرجع منه؟ لو قلبك قوي اطفي النور وعلي الصوت واستعد لأحد أكثر قصص الرعب تشويقا وغموضا. ويلا بينا نبتدي قصتنا، الرحلة 707. كان يوسف شغال مهندس وسافر كتير بحكم شغله. في ليلة شتاء كان عنده رحلة متأخرة اسمها 707. المطار كان هادي بشكل غريب ومعظم المحلات قفلت. وهو بيستنى عند بوابة السفر لاحظ راجل كبير في السن لابس بدلة طيران قديمة جدا، وعمال يبص لكل واحد راكب بابتسامة غريبة. يوسف افتكر انه طيار متقاعد، لكن الغريب ان محدش كان شايفه غيره. لما الموظفة نادت على الركاب يوسف ركب الطيارة وقعد جنب الشباك. كل حاجة كانت طبيعية لحد بعد الإقلاع بنص ساعة. الأنوار بدأت تترعش. الكابتن أعلن بصوت هادي هنقابل شوية مطبات هوائية بسيطة، لكن المطبات دي كانت غير طبيعية. الطيارة كانت بتنزل وترتفع بعنف والركاب بيصرخوا. فجأة كل الشاشات اللي قدام الركاب طفت وبعدين اشتغلت لوحدها، لكن بدل خريطة الرحلة ظهر عليها اسم واحد: الراكب رقم 66، رجاء التوجه لمقدمة الطائرة. كل الركاب بصوا لبعض، مفيش حد قام. بعد دقيقة الرسالة اتكررت، لكن المرة دي الاسم كان يوسف. قلبه وقف. المضيفة قربت منه وهي مبتسمة ابتسامة جامدة وقالت: الكابتن مستني حضرتك. يوسف قام وهو مرعوب. دخل للمقصورة بتاعة القيادة واتصدم. ما كانش فيه أي طيار، الكرسيين فاضيين والطيارة كانت ماشية لوحدها. وفجأة سمع صوت من وراه: احنا وصلنا. لف بسرعة، لقى نفس الراجل العجوز اللي شافه في المطار. قال له: دي مش رحلة للمكان اللي حجزته، دي رحلة للناس اللي ميعادهم جه. يوسف جري ناحية الباب، لكن كل ما مر في الطيارة بقى أطول من اللي قبله. كل ما يجري المقاعد تزيد والركاب تزيد، والركاب بدأوا يلفوا وشوشهم ناحيته في نفس اللحظة. كلهم كانوا بدون ملامح، مجرد وجوه بيضة من غير عينين ولا بق ولا مناخير. وفجأة الطيارة دخلت وسط سحابة سودة. كل حاجة بره الشباك اختفت، لا سما ولا أرض ولا نجوم، ضلمة بس. وفجأة صوت الكابتن اشتغل في السماعات: تم الهبوط بنجاح. لكن الطيارة كانت لسه في الجو. الباب الأمامي اتفتح لوحده وكان فيه سلم نازل، لكن مفيش أرض تحته، مجرد ضباب أسود. العجوز قال: انزل، كل الركاب نزلوا قبلك. يوسف بص وراه، لقى كل الركاب واقفين في الطابور، بينزلوا واحد ورا التاني وبيختفوا في الضباب. في اللحظة دي الطيارة اتهزت بعنف. يوسف غمض عينيه وقفز هو كمان. فتح عينه في مستشفى. الدكتور قال له: انت الوحيد اللي عشت. يوسف بصله باستغراب: هو حصل ايه؟ الدكتور سكت شوية وقال: الرحلة 707 اختفت من الرادار لمدة 9 دقايق كاملة، ولما رجعت كل الركاب كانوا ميتين إلا انت. يوسف حاول ينسى اللي حصل، لكن بعد أسبوع لقى في بريده الإلكتروني
رسالة من شركة الطيران. فتحها، كان مكتوب فيها: شكرا لسفرك معانا، وفي آخر الرسالة: تم تأكيد حجزك على الرحلة 707، موعد الإقلاع الليلة الساعة 3 الفجر. رغم إنه ما حجزش أي رحلة في نفس اللحظة، سمع صوت إعلان مطار جاي من أوضة نومه، النداء الأخير للراكب يوسف برجاء التوجه إلى بوابة الصعود. فبص ناحية باب الأوضة ولقى شنطة سفر واقفة لوحدها، وعليها بطاقة سفر جديدة ومكتوب عليها ذهاب فقط. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام.